السلام عليكم. وضع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وضع حجر الأساس لمشروع المركب لإنتاج مركز الكرويات الحديد بمنطقة الصناعية توميات. هذه المنطقة الجديدة الذي تم استحداثها، التي سوف تستقطب عدة منشآت الصناعية تدخل في إطار الاستغلال المدمج لمناجم الحديد، إذ أنه مع البدء العملية الاستغلال الفعلية سوف يتم انطلاق في معالجة هذا المناجم تاع الحديد على مستوى منطقة الصناعية بولاية بشار، منطقة توميات. هذه والبداية كانت مع وضع حجر الأساس وإعطاء إشارة الانطلاق لإشغال المركب هذا لإنتاج الكرويات الحديدية. وهذا يعتبر مرحلة متوسطة في العملية نتاع صناعة الحديد في الجزائر، ويعني ما بين الاستغلال والاستخراج من مناجم الحديد في غار بيلات إلى مرحلة إنتاج هذه الكريات الحديدية، وهذه تعتبر النصف مصنعة. ثم يتم توجيه هذه الكرويات الحديدية إلى مراكز إنتاج الحديد في مركب وهران أو مركب أرزي، ومركبات الأخرى في جيجل والحجار. سوف يتم إنتاج الحديد مصفى وبرودوي فيني كما نقولوا حنايا، سوف يستعمل في إنتاج السيارات أو إنتاج مواد أخرى، وكذلك سوف يتم تصديره إلى الخارج وخاصة إلى الصين. نترككم تتابعون الزيارة تاع رئيس الجمهورية إلى المنطقة الصناعية دوميات بولاية بشار، وإعطاء إشارة الانطلاق لمركب إنتاج الكريات الحديدية. والسلام عليكم. وفي خطوة جديدة لترسيخ السيادة الصناعية وتعزيز القيمة المضافة للثروات الوطنية، أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع مركب الإنتاج مركز وكريات الحديد الواقع بالمنطقة الصناعية توميات ببلدية بشار، حيث كان في استقباله وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير الأشغال العمومية ووزير الصناعة وكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، إلى جانب إطارات المؤسسات المكلفة بالإنجاز. رئيس الجمهورية تابع عرضا حول مشروع مركب إنتاج مركز يقول وكريات الحديد. هذا المشروع الاستراتيجي يضم 4 مصانع تنجز على مراحل، ليضع السيد رئيس الجمهورية بعدها حجر أساس المركب بالمنطقة الصناعية توميات ببلدية بشار، قبل أن تقدم له عينات عن مختلف حبيبات الحديد، ويعطي بعد ذلك إشارة انطلاق إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه تعزيز التصنيع المحلي وتثمين الموارد المنجمية.